بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هتتعلم 5 خطوات لأي كول لأي عملية بيع هتزود وتحسن جدا من مهاراتك في البيع. أنا شريف العريان وده بزنس في السريع، فأهلا بيك. اول حاجه قبل ما نبدا لازم اقول لك انك لو ما كنتش شفت الجزء الاولاني اللي كنا بنتكلم فيه على البلاننج والتخطيط واهميته وازاي تعرف انواع العملاء وازاي تخطط بيع لكل نوع من انواع العملاء وايه فكره البدايل، فلازم تشوف الفيديو. هسيبهولك هنا، هسيبهولك كمان في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. وخلينا نبدا على طول باول حاجه خالص في الكورس بتاعنا النهارده، وهو فكره السيلز كول ديليفري او فكره الاوبننج بتاعت الكول. في التريننج النهارده هكلمك على تجربه لطيفه جدا بتتكلم على حاجه اسمها الايس بريكنج. كلنا عارفين فكره الايس بريكنج او فكره ان انت بتتعامل مع بني ادمين. خلي بالك قبل ما تكون بياع وبتبيع حاجه لحد، انت في الاخر بني ادم بتتكلم مع بني ادم تاني. كتير جدا من السيلز بسبب ان هم بينهمكوا في فكره انا عندي تارجت، انا عندي بزنس كتير قوي محتاج ابيعه، انا عندي شغل طول اليوم، ولانه بيتعامل مع اكتر من عميل طول اليوم او على مدار اليوم، فبيجي في بعض العملاء بيبقى روبوت، بيتحول لفكره مساء الخير يلا نخش في الموضوع على طول عشان انا ما عنديش وقت وانت ما عندكش وقت وممكن اصلا ما تاخدش مني حاجه، فانجز هتشتري مني ولا لا. العميل بيتعامل معاك لاول مره، انت ممكن تكون ده 5 عميل ليك في اليوم، لكن هو نازل النهارده يشتري حاجه او جاي النهارده يشتري عقار او داخل النهارده انت لدكتور بشري في عياده، او النهارده حد جاي لك في صيدليه، او لو انت النهارده شغال مهندس حد جاي لك ياخد منك رسم هندسي او جاي ياخد منك اجريمنت على عماره هتعملها له. هو جاي لك وعنده نشاط وعنده طاقه وعنده امل وعنده اوبجيكتيف عايز يعمله معاك انك تحقق له ده. كتير جدا من الناس اللي بيبقوا شغالين ما بياخدش باله ان هو بيتعامل مع العملاء بشكل من غير ما يكون ايس بريكنج. ايس بريكنج يعني ايه؟ يعني حضرتك المفروض انك تسلم على البني ادم وتتكلم مع البني ادم من غير ما تحسسه ان انت عايز تخش في الموضوع على طول. حد جاي لك صباح الخير اهلا وسهلا اهلا بيك ازيك اقدر اخدمك ازاي بكل لطافه. طيب الايس بريكنج ده لو انا النهارده بابروتش العميل، انا النهارده اللي بكلمه، انا اللي رايح له، يعني انا النهارده مثلا شغال مندوب دعايه طبيه، شغال في مجال العقارات، بتصل بالشخص. في فرق بين ان انا اقول له اهلا وسهلا صباح الخير ازي حضرتك اخبارك ايه، بقول لحضرتك النهارده كنت عايز اكلمك، باين جدا ان انت لا عايز تكلمه ولا عايز تصبح عليه، انت عايز تخش في الموضوع. غير صباح الخير يا دكتور ازيك اخبارك ايه طمني عليك، اولا الحمد لله على السلامه من المكان اللي انت كنت مسافر فيه، اولا انا مبسوط جدا ان انا جاي لك النهارده قبلك اول مره، لو تسمح لي الاول اعرف حضرتك بنفسي، بس انا فلان الفلاني وانا مبسوط ان انا بكلم حضرتك النهارده على الحاجه الفلانيه، احنا شركه كذا يا فندم، ولو هناخد وقتك 5 دقايق لو تسمح لنا، حابين ان احنا نتكلم مع حضرتك. صوتك هادي واثق في نفسك وبتعمل اوبننج كانك بتكلم حد قريبك بتسلم عليه او مديرك في الشركه، مش يلا نخش في الموضوع على طول، لان ده خطا كبير جدا. طيب ايه هي اهميه الاوبننج؟ هل فعلا الاوبننج ده مهم ولا لا؟ احنا في الكورس ده اتفقنا من اول جزء ان احنا مش هندي امثله بتاعت اعمل الصح، هندي الحاجات اللي بتقول ليه ده مهم. في تجربه اتعملت في هارفارد، تجربه لطيفه جدا بتتكلم على فكره هل الوقت بيساوي فلوس فنخش في الموضوع على طول، ولا هل لما نروح لعميل النهارده نبيع له حاجه نتكلم معاه الاول بفكره الايس بريكنج. فالتجربه دي لطيفه جدا. مجموعه من الطلبه في خريجين في جامعه هارفارد عملوا تجربه ان هم راحوا لشركه معينه وجابوا عدد معين من المناديب المبيعات، وقالوا والله حضرتك النهارده هتروح للشركه دي هتاخد 100 منتج، المفروض حضرتك تبيع ال 100 منتج دول للشركه دي، بس لما تروح النهارده ما تروحش وتتكلم شاتنج، ما تروحش تعمل ايس بريكنج، خش في الموضوع على طول. صباح الخير ازي حضرتك احنا شركه كذا كذا جايين نبيع لك كذا. مفيش صباح الخير اهلا وسهلا فرصه سعيده انا فلان فلان حضرتك خريج دفعه كام، ده انا صيدلي زيك، ما تعملش كده. خش في الموضوع على طول وشوف والله من ال 100 منتج اللي انت واخده هتبيع عدد قد ايه. راحوا الناس دي باعوا بيعه وبعد كده رجعوا، عدى 6 شهور بعتوا ناس تانية لنفس الشركة بس يكون بنفس المنتج، بس يكون الفترة عدت بحيث ايه الظروف اتغيرت، وبعتوا الناس دي المرة دي قال لهم خلي بالك لما تروح تبيع للناس دي حاجة، لا ما تروحش تبيع لهم على طول، اعمل شاتنج، دردش الاول، اعمل ايس بريكنج، اكسر الجليد، دوب الجليد اللي بينك وبين حد غريب انت ما تعرفوش، حاول يبقى تلاقي بينكم كومن جراوند او تلاقي بينكم ارضيه مشتركه انتوا الاثنين. شوف ال 100 منتج دول هتبيع منهم كام. طبعا المفاجاه الكبيره جدا ان انا دايما لما بدي الكورس ده او التريننج ده بتكلم مع اي حد فيه، بقى عندي حد بيقول لي حاجه من الاثنين، يا اما لا والله ده اكيد الشاتنج فيرست باع 90 من المية والتاني باع 5، او حد بيقول لك والله مش فارقه. احنا اتكلمنا في الكورس اللي فات على الفرق بين العملاء، صح؟ في عميل درايفر، العميل الدرايفر ده بيتكلم على تايم از ماني، بيع لي على طول.
وفي عملاء تانيين زي الاكسبريسيف، زي الاناليتيكال، زي الاميبل، دول لا بيحتاجوا ان هم يتكلم معاهم شويه، يتعرفوا عليك اكتر. الاميبل محتاج يتعرف عليك جدا. لما كنت شفت الجزء الاولاني لازم تشوفه، عشان انواع العملاء جزء مهم جدا في طريقه البيع والابروتش بتاعك. فالنتيجه بتاعت الكورس ده ايه؟ 90% مبيعات اتحققت مع الجروب اللي عمل شاتنج فيرست، و55% مع الجروب اللي دخل تايم ايكوال ماني. طب ليه النتيجه دي مش غريبه؟ النتيجه دي مش غريبه ان في عدد لا باس به من البني ادمين درايفر، وبالتالي الناس الدرايفر دول 55%، وفي ناس برضو اكسبريسيف ما عندهمش وقت. فالطريقتين بينفعوا، لكن الفكره كلها انت بتبيع لانهي عميل شكله عامل ازاي. الغالبيه من العملاء، احنا اتكلمنا على 4 انواع، 3 انواع منهم بيفضلوا انك تعمل شاتنج. ولذلك افتكر دايما ان لما تيجي تبيع حاجه لازم الاول تتعرف على البني ادم اللي انت تكلمه. ما ينفعش اخش ابيع لك حاجه وانا ما اعرفكش وانت ما تعرفنيش ومفيش بينا ارضيه مشتركه. طيب، حاجه مهمه جدا لو انت شغال في مجال الكونسيومر، او لو انت شغال في مجال البيزنس تو بيزنس بتتعامل مع شركات، كتير جدا مننا كاشخاص شغالين في السيلز بعد ما بتطلع من عند عميل، في عميل بيقفل لك يومك، صح؟ ممكن تكلم حد في التليفون تكون هتبيع له بيعه وعندك امل كبير جدا في البيعه دي، تلاقيه يكلمك بطريقه وحشه جدا وقفل وشه عليك وقفل لك يومك. او لو انت النهارده واقف في صيدليه ورايح تتكلم مع حد في صيدليه وعندك تارجت وقعدت تبيع له في سيلز ببيعه معينه في شامبو معين نص ساعه وبعد كده قال لك لا والله انا مش هشتري. او عميل كان هيشتري منك وفي اخر لحظه راح اشترى مع شركه تانية وقال لك والله انا اشتريت. في حاجه اسمها لاست كاستمر دندروف، او قشره العميل الاخير. تعرفين القشره بتبقى موجوده على التيشيرتات، بتبقى بتبوظ الشكل، وهي بتبقى حاجه جايه قبل كده، يعني جايه من شعرك سابقا. فكتير جدا من الناس اللي شغالين في السيلز بيخلوا الاخر عميل كان موجود قشرته لسه باقيه على شغله. فتلاقي العميل ده جاي لك اول حاجه خالص قفل لك يومك، فبتنقل للشخص اللي بعدك الفرستريشن بتاعك او احباطك، فبتلاقي التون بتاعك قل، الباور قل، الطاقه قلت، الايس بريكنج بتاعك ما عادش موجود لانك مقفول. وده مش صح، وده خطأ ما ينفعش تقع فيه لو انت اكسبرت، او لو عايز تنتقل من مرحله ان انا ببيع عادي، لان انا بياع شاطر جدا اعرف اشتغل في اي مجال مبيعات وفي اي شركه بالمرتب اللي انا عايزه اطلبه هيديهولي. تاني حاجه وخطأ شنيع جدا برضو، ما ينفعش ابدا اتكلم مع عميل مهما ارتحت له وخدنا على بعض بصيغه بيرسونال او شخصيه جدا. يعني في بعض الناس، والحقيقه ده خطأ يعني مشكله كبيره جدا، ممكن من كتر ما هو شخص لطيف وقاعد مثلا حصل مشكله مع عميل، فجاي عميل تاني بعده بقى داخل عليه فبيقول له معلش ما تزعلش والله حصل يا عم، ده يا عم شفت ده في عملاء بهايم بيحصلوا معانا. ما ينفعش تعمل كده. ما ينفعش اصلا نوحي لحد ان انا متضايق من العميل اللي بعدي. لو انا شغال في مجال الكونسيومر، واقف في مكان، في محل لبس، واقف في محل بيع اي حاجه، واقف في صيدليه، وفي عميل عمل لقطه كده راح معلي صوته وانا زعلان ومش عارف ايه، وزي انتوا شركه مش عارف مين، او انتوا صيدليه مش عارف ايه، قوم خارج. وبعد كده جه العميل اللي بعده شاف المنظر فجاي بقى ياخد بخاطرك يعني، جاي يقول لك ايه مثلا، معلش والله العملاء بقوا صعبين قوي. بص الفرق بين الاتنين دول، اه والله يا عم ده في عملاء مقرفين، والله يا دكتور ده حاجه صعبه جدا، اتفضل اقدر اخدمك ازاي. او لا والله ما فيش مشكله خالص ربنا يكون في عونه، واكيد برضو ممكن يكون يومه مش كويس او حاجه، شوف اساعد حضرتك ازاي. بص فرق الاحترام بين العملاء هنا والعملاء هنا، وبين البياع هنا والبياع هنا. خلي بالك، او خلي بالك، احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على ان اهم حاجه عند السيلز بيرسون هو الانتجريتي بتاعته، او كرامته ونزاهته وشرفه قصاد العميل الناحيه التانيه. لان اللي بيبيع لازم يكون عنده مروءه وشرف ان الشخص اللي قدامك يطمن انه يشتري منك، ما يبقاش قلقان ان انت ممكن تكون بوشين فبتبيع له حاجه غلط. فهو قبل ما بيشتري المنتج هو بيشتري الشخص اللي بيبيع له المنتج، زي ما احنا كنا اتكلمنا على التفاصيل دي في الفيديو اللي فات. طيب تعال نكمل مع بعض ونتكلم عن حاجه اسمها الابروتش. والابروتش دي مهمه، ليها طريقتين اتنين. في ابروتش بيتعمل في البي تو بي، وفي ابروتش بيتعمل في البي تو سي، اللي هو لو انت بتعمل مع عملاء، لو انت شغال في صيدليه او في مجال بتشتغل مع عملاء مباشر، او لو انت بتتعامل مع بيزنس تاني يعني بتبيع لبيزنس تاني، اللي هو مثلا شغال في مجال الدعايه الطبيه، شغال فيندور او مورد من الباطن لشركه تانية، غير لما كنت شغال في صيدليه دايركت بتعامل مع بني ادمين، او محل بتعامل مع ادمين، او مطعم بتاع اللي هو الاف ام سي جي، الحاجات اللي هي كلها بتعامل مع الكاستمر او الاند يوزر على طول. طيب تعالى نتكلم على الكونسيومر الاول، لان ده مهم قوي وصعب جدا. اكيد انت رحت اشتريت حاجه قبل كده، او رحت اشتريتي حاجه قبل كده ولقيتي الابروتش اللي بيجيلك دايما سؤال: حضرتك بتدور على حاجه، اقدر اساعدك في حاجه، اقدر اساعدك ازاي.
والناس دايما بتبقى فاكره ان السؤال، على فكره السؤال كويس مفيش فيه حاجه، بس هو مش الطريقه الوحيده للسؤال، للابروتش. السؤال مش الطريقه الوحيده للابروتش، في طرق تانية ممكن تعمل بيها ابروتش، وده بيعتمد على حسب الحاله اللي انت داخل عليها للشخص. يعني مثلا انا النهارده عندي في عرض كويس جدا موجود في الصيدليه اللي انا شغال فيها، او موجود في المحل اللي انا موجود فيه، او موجود في المول اللي انا شغال فيه. ممكن لو لقيت حد واقف قصاد مثلا رف البرفيومز اللي موجود، او واقف عند منتجات معينه، ممكن ادخل عليه على طول بايه، بحاجه اسمها ديمونستريشن، شرح. اخش عليه النهارده اقول له صباح الخير، على فكره احنا عندنا النهارده عرض على اي منتج حضرتك هتشتريه من دول هتاخد واحده عليها واحده. صباح الخير، العربيات النهارده عندنا عرض، حضرتك لو اشتريت النهارده العربيه هتاخد عليها صيانه لمده 3 سنين مجانا. ده اسمه الديمونستريشن. انت ما دخلتش بسؤال، لكن انت دخلت على طول بايه، بديمونستريشن او بعرض، بتشرح له عرض عندك بتبينه له. في حاجه ثالثه ممكن تبدا بيها، هي حاجه اسمها الستيتمنت او المقوله، ودي احنا ممكن نستخدمها مع العميل اللي كنا قلنا عليه الفيديو اللي فات، اللي هو اسمه اكسبريسيف. العميل الاكسبريسيف احنا كنا قلنا ان هو بيحب الناس تعمل له ريكوجنيشن، بيحب يحس ان هو عالمي ومفيش حد زيه في الدنيا. فلو لقيت النهارده العميل اكسبريسيف واقف قصاد رف كده بيبص على الرف، ممكن اخش اقول له على فكره ذوق حضرتك حلو جدا، الحاجات دي فعلا افضل حاجات موجوده في الصيدليه. ممكن اقف اقول له حضرتك لو بتدور على حاجه معينه في الرف اللي انت موجود ده، فاعتقد الحاجات دي هتبقى مناسبه جدا جدا لبشرتك، لو انا مثلا شايفه عنده بشره دهنيه، او لو عنده مشكله هنا في صيدليه. خلينا بس نعترف ونتفق على حاجه احنا مع بعض، احنا الاثنين كده، ان السيلز الشاطر اللي بيعرف يقرا العميل اللي قصاده. يعني ما ينفعش ابدا تبيع اي حاجه لاي حد، ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا. عارفين انتوا السؤال بتاع زمان بتاع خد بالي القلم ده؟ انت عارف ان السؤال ده اجابته فين؟ اجابته في انت بتدور على ايه، اجابته هو انت انهي عميل، اجابته اقدر اخدمك ازاي، اجابته انت محتاج ايه. مفيش حاجه اسمها في الدنيا ازاي تبيع اي حاجه لاي حد. كل عميل بيبقى محتاج منك حاجه لسبب معين، دورك كبياع تعرف شخصيه العميل ده ايه، ابيع له ازاي، والنيد بتاعته ايه هي. احنا اتفقنا ان العميل ما بيشتريش منتج، العميل بيشتري حل لمشكله عنده، الحل ده بيتمثل في المنتج بتاع حضرتك، فلازم تعرف ايه هي المشكله اللي عنده وازاي ابيع له الحل باسلم طريقه. ثالث خطوه مهمه جدا في البيع او في الكول ديليفري او في البرزنتيشن وانا بتكلم مع العميل فيس تو فيس، هي خطوه السيلينج سولوشن، خطوه بيع الحل، لان احنا بنبيع حل مش بنبيع منتج. فلازم وانت بتتكلم مع العميل هو يحس منك ان انت بتبيع حل. وهنا نيجي للسؤال اللي محتاجك ومحتاجك تجاوبيني عليه، هو احنا العملاء في العالم او البشر في العالم بيشتروا بالعاطفة ايموشنال، ولا بيشتروا بالعقل راشنال؟ انا النهارده رحت اشتري موبايل ايفون، اشتريت الايفون 512 جيجا، الايفون 16 برو الجديد، عشان انا عندي فيديوز بصورها فمحتاج يكون الكاميرا كويسه، المساحه كبيره لانه بصور فيديوز برضو فمحتاج تكون مساحه كويسه، الفيديو شاشته كبيره عشان انا بمسك موبايل كتير محتاج اتفرج، ولا انا اشتريت الموبايل ده عشان عاجبني وبدات ابرر له كل الاسباب دي عشان ادفع فيه مبلغ كبير جدا فما احسش ان انا عملت حاجه غلط؟ اجاوبك على السؤال ده، بس قبل ما اجاوبك، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوز اللي جايه وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، وتكتب لي في الكومنت من وجهه نظرك قبل ما اجاوبك، هو العملاء بيشتروا ايموشنال ولا راشنال؟